الانسان اللي ما عندوش حدود شخصيه ماشي انسان ضعيف، بل انسان مفتوح بزاف. والخايب في هذا الانفتاح بزاف كيخلي كلشي يخترق لداخل ديالو بسهوله، والداخل ماشي اي واحد كيستاهل يشوفه. الحدود الشخصيه ماشي حرب ضد الناس، وماشي سوء النيه، وماشي نرجسيه، بل هي فن صيانه الذات. هي الطريقه اللي كتقول بها للعالم: هنا كنتواجد انا، وهناك تتواجد انت، وما غاديش نسمح لك تخلط بين هاد الجوج. الناس اللي كيعانيو في الحياة نفسيا وطاقيا ماشي حتاش الاخرين اللي قاسين عليهم، لا حيت هما اللي مخلي الباب محلول. وجدر الحدود ما كاينش منين غتجي القوة. الحدود كتبدا من الداخل قبل ما تخرج للناس، من القناعة انك عندك قيمة، وانك ما مستعدش تفرط فيها غير باش ترضي شي حد. الانسان الطاقة ديالو كتضيع في جوج ديال الحوايج: اولا المجاملة اللي كتجاوز الراحة ديالو، ثانيا الموافقة اللي ما باغيهاش. في كل مرة كتقول والداخل ديالك كيغوت لا او العكس، جزء منك كيضيع وكتحس بالفراغ من بعد. لان الفراغ الطاقي ما كيجيش من نقص الحب، كيجي من نقص الحدود، من انك كتفرش لداخل ديالك الناس ما قدموا حتى دليل بسيط على انهم اهل نية. الحدود ماشي جدار، الحدود باب كيحلوها اللي كيستحق وكيتسد قدام اللي كيشوه التوازن ديالك. وهذا الباب خاصو قفل، والقفل هو احساسك بذاتك. الا كان احساسك بذاتك ضعيف، غادي يقدر اي واحد يفتح داك الباب. وإلا كان احساسك قوي، غادي يولي الداخل ديالك محكم ومقدس، وما غادي يدخلوا غير اللي كيضوي ماشي اللي كيرون. والحقيقه اللي ما كيبغيوش الناس يعترفوا بها اليوم هي راه ماشي الاخرين اللي كيدمروا طاقتك، انت اللي كتخليهم يوصلوا للنقطه اللي كيديروا منها داك الشيء. ما كيدخلوش لروحك حتى كتفتح لهم انت الباب، وما كيسرقوش الحضور ديالك حتى كتعطيه لهم بوعي. والاخطر من هذا الشيء كلشي انك ملي كتعيش بلا حدود كتولي تعطي سميه حب لحاجه ماشي حب، وسميه اهتمام لحاجه ماشي اهتمام، وسميه وفاء لحاجه ماشي وفاء. كتولي كتجري باش تبين نيتك للناس اصلا ما باغيش يشوفوها. الحدود كتعلمك واحد السر مهم: انه ماشي اي فعل كديرو انت راه نيه، وماشي اي فعل كيجي من الاخر راه احترام. الانسان اللي كيبدا يوجد الحدود ديالو كيوقع عليه واحد التبديل خطير. كيبدا يسمع الداخل ديالو اكثر من الخارج، كيبدا يعرف فاش يسكت وفاش يجاوب وفاش ينسحب. كيبدا يفهم باللي الراحه ماشي رفاهيه، الراحه شرط باش تبقى طاقتك نقيه. والناس اللي غادي يتقلقوا من الحدود ديالك هما الناس اللي كانوا اصلا مستافدين من الغياب ديالها، لان الحدود كتفضح شكون اللي باغي القرب ديالك وشكون اللي باغيك غير الاستعمال. وفاش كتسترجع حدودك راه كتسترجع طاقتك، كتسترجع القيمه ديالك، وما كتبقاش محتاج تبين راسك فوق اللازم. لان اللي عنده حدود ما كيبررش وما كيتلبدش وما كيطلبش يقدروا، كيوقف في المكان الصحيح اللي كيليق به وبس. وكخلاصه الحدود راه ما كتخليكش قاسي، الحدود كتخليك واضح، والوضوح هو اول شكل من اشكال السلام.